بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم الكوره مع ميجا ومباراه الزمالك وبيراميدز واللي انتهت بتعادل الفريقين 2-2. بالنسبه اللي تابع المباراه عبر شاشات التلفزيون او ما تابعهاش على خالص، لو سمعت الحلقه دي هتعرف ايه اللي دار في المباراه. المباراه دي كانها كانت ماتشين مختلفين تماما عن بعض. الشوط الاول بالكامل لا وجود لنادي الزمالك على الاطلاق على ارضيه الملعب، ولا في عرضيات ولا في استحواذ ولا في باص ولا في اي حاجه، لعب عشوائي زي ما انت عاوز قول. واستحواذ شبه كامل لبيراميدز، لكنه ما قدرش يجيب ولا هدف من المحاولات اللي راح بيها على مرمى نادي الزمالك، وكان الهدف من ضربه ثابته على حدود منطقه الجزاء. بيراميدز كان يقدر يخلص الشوط الاولاني ده 3-4 اهداف مستريح خالص، ولكنه اكتفى بهدف عبد الله السعيد اللي كان من ضربه ثابته. وفي الشوط الثاني شفنا ماتش مغاير تماما. بغض النظر عن الطريقه اللي بيلعب بيها باتشيكو او اوساريو، وخصوصا اوساريو لانه بيغير كتير في التشكيله بتاعته، ساعات 4-3-3 او 3-4-3 او 4-2-3-1 او اللامركزيه اللي بيعملها في اغلب المباريات واللي بتتوه اللعيبه بتاعته. وزي ما احنا عارفين اصلا لعيبه الزمالك اصلا في مراكزها الاصليه لعيبه يعني 50%، فما بالك لما تديهم ادوار زياده على ادوارهم اللي المفروض يأدوها في الملعب. ده بالظبط اوسيريو لما بيعمل لا مركزيه في الفرقه بتاعته، بتلاقي ان اللعيبه تايهه تماما. وده في ماتش شفناه في ماتشات كتير، والزمالك بيشيل في الماتشات دي اجوان. ايه اللي حصل في الشوط الثاني؟ 15 دقيقة سيطرة كاملة لنادي الزمالك، ما تعرفش ازاي، كأن الفريق اللي بيلعب غير الفريق اللي كان موجود في الشوط الأولاني. يعني ما كانش فيه تغيير يذكر، يعني غير ان رؤى خرج ونزل مكانه دونجا في بداية الشوط الثاني. ولكن الزمالك كان مستحوذ استحواذ كبير جدا، وقدر دونجا يجيب هدف التعادل لنادي الزمالك، وبعديه ابراهيم نضاي اضاف الهدف الثاني للزمالك من ضربه ركنيه اتلعبت له وحطها بالهيد دخلت المرمى مباشره. المباراه اتحولت في اول 15 دقيقه من الشوط الثاني من تاخر الزمالك بهدف لتقدم الزمالك بهدفين. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ الماتش قلب تاني، راح كله على بيراميدز. وعلى المستوى الشخصي انا ما اعرفش ايه الدافع اللي خلى فريق نادي الزمالك بعد ما كان مستحوذ استحواذ كامل على اول 15 دقيقه من الشوط الثاني انه يسيب الملعب تاني بالكامل لنادي بيراميدز اللي قدر يستحوذ على المباراه حتى نهايتها، ولكنه لم يستطيع ان يحرز غير هدف التعادل الجميل اللي احرزه رمضان صبحي. طب هل الفريقين مبسوطين بالنتيجه دي؟ اقدر اقول لك هي فرحه نسبيه. يعني الزمالك هيقول لك انا كنت بلاعب بيراميدز وانا عارف ان انا كده خسران وما عملتش تعاقدات والمشاكل اللي انتوا عارفينها دي، فالتعادل بالنسبه لي مرضي جدا. على الجانب الاخر بيراميدز هيقول لك انا راجل كنت خسران 2-1 وقدرت ان انا اتعادل في المباراه، فده شيء كويس. طب هل نتيجه التعادل دي النهارده دي مرضيه للفريقين؟ يعني بالنسبه لنادي الزمالك او جماهير نادي الزمالك هقول لك يعني احسن من الخساره، اكيد مرضيه لنسبه كبيره من جماهير نادي الزمالك نظرا للظروف اللي بيمر بيها نادي الزمالك. طب بالنسبه لبيراميدز، بيراميدز كده ما عندوش حد هيسال يعني اذا التعادل او فاز او حتى خسر يعني. ولكنه الناس او النقاد او الناس اللي بتظهر في التلفزيونات بيتوسموا خير ان بيراميدز يعمل نوع من المنافسه كويسه في الدوري السنه دي وخصوصا مع النادي الاهلي، وانه ممكن يناوش على اللقب. بس انا بقول لك فريق نادي بيراميدز ما عندوش الدافع الجماهيري اللي بيحفز اللعيبه داخل الملعب ويخليها تأدي اداء زي لعيبه نادي الزمالك. يعني عندك لعيبه نادي الزمالك اللي هي موجوده حاليا مثلا دي لعيبه يعني 50% مش لعيبه كويسه يعني للدرجه، ولكن بيأدوا في الملعب على قد ما بيقدروا، لان هم ما عندهمش اكتر من كده اصلا. هم بيأدوا الاداء الهزيل اللي انت شايفه ده، بس ده اقصى ما عندهم. ولكن هم لو بيلعبوا في نادي تاني عمر الزمالك كان هيتعادل مع بيراميدز ولا كان هيتعادل مع فرق تانية، كانت الفرقه دي يعني كل ماتشاتها هتبقى خساره. لكن الجماهير بتديهم دافع، بتعتبر الجماهير في ظهر نادي الزمالك اللاعب رقم، بتعتبر الجماهير دي اللي هي اللاعب رقم 12 اللي يعتبر معنويا بيلعب مع الفريق او بيدفع الفريق او بيدفع اللعيبه انها تأدي باقصى ما عندها، حتى لو كان الاقصى ما عندها ده هو 50%، فبس بيدوا اقصى ما عندهم. وانت شفت قدر نادي الزمالك يتعادل النهارده مع نادي بيراميدز اللي كان المفروض
يكسب نادي الزمالك على الاقل 4-5. يعني اقوى سكواد بعد النادي الاهلي او مع النادي الاهلي، او يمكن اقوى من النادي الاهلي، زي ما الناس زي ما انت عاوز تقول يعني. ولكن بالسكواد القوي ده ما قدروش يكسبوا نادي الزمالك حتى وهو في اسوأ حالاته. كان في خناقه كبيره جدا بعد نهايه المباراه، ما لحقناش نشوف تفاصيلها عشان نجهز لكم الحلقه دي. ان شاء الله نقول لكم تفاصيل الخناقه دي في حلقه ثانيه ان شاء الله. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، واشوفكم في حلقه قريبه ان شاء الله. الكوره مع ميجي.